السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي للأبد. هدينا وخلاص، ماتش خلص والبطولة وراحت، وزي ما قلنا امبارح أكيد الأهلي مش هياخد كل البطولات اللي هو هيدخل عليها، طبيعي، ومفيش أي فريق في العالم على فكرة بيحصل معاه كده يعني. بس احنا قلنا إن احنا كجمهور بنحب البطولات، بنحب نشوف النادي الأهلي دايما فوق، فيا رب يا رب تكون آخر هزيمة للنادي الأهلي، ونتمنى نشوفه دايما بيفوز. نتكلم شويه كوره بقى. ايه اللي حصل في الملعب؟ اول حاجه الاهلي كان نازل تمام، الدنيا متظبطه دفاعيا، الزمالك ضاغط، الاهلي ساب له الاستحواذ شويه. كان الطبيعي ان احنا ننهي عليهم الشوط الاول، طبيعي. نازل بالفرقه القديمه، عبد الله السعيد وناصر ماهر وورا المسلوسي وعمر جابر، حبايبنا واحنا عارفينهم. كان الطبيعي لو اللعيبه بتاعت النادي الاهلي في حالتهم، ايا كان مين اللي موجود في الملعب بقى، بيرسي، حسين الشحات، طاهر، رضا سليم، وسام، كهربا، اي حد كان موجود، المفروض كنا ننهي على الزمالك في الشوط الاول. بس كولر غلط غلطته، وجت ضربه الجزاء اللعنه، انا مسميها ضربه جزاء اللعنه يعني. بعديها الماتش اتقلب، وايه اللي اتقلب من لعيبه الزمالك، والمفروض كان منهم واحد او اتنين يطرد. يعني انا مش عارف، يعني انا اتفاجئت ان دونجا بياخد اول كارت ليه وهو خارج. يعني لما الحكم اداله كارت وهو خارج بره في التبديل، انا اتفاجئت ان ده اول كارت لدونجا. الطبيعي ان ده كان تالت كارت لدونجا مثلا، او رابع كارت، حاجه كده يعني. بس ما علينا، مش هنتكلم عن التحكيم ولا اللي حصل في الماتش ولا الهبل اللي عملوه. بدأنا الشوط التاني بداية مش مظبوطة يعني. فين الضغط؟ فين بقى ان عايزين نجيب جون؟ انا مش فاكر، انا كاهلاوي مش فاكر هجمه للنادي الاهلي، ولا فاكر هجمه لنادي الزمالك، غير كوره ولا كورتين. بس مش هو ده النادي الاهلي، مش هو ده لعبك. يعني من امتى كولر بيبيع نفسه بالشكل ده؟ ومتوقع يعني، هو الراجل جوميز ريحك في الشوط الاول، هو كانت الخطفه في الشوط الاول، نزل لك الفرقه القديمه اللي انت حافظها وعارف كل حاجه عنها. هوب بقى الشوط الثاني راح جوميز لعب لعبته بصراحه، طلع اذكى، نزل لك الايه، الصفقات الجديده اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه. حتى ناصر منسي ده يعتبر صفقه جديده، احنا ما نشوفوش اصلا، ما بيلعبش خالص مع الزمالك. ومشلاك البولندي وعمر فرج الفلسطيني، فخلاص الدنيا، انت في ناس نزلت انت ما تعرفش عنها حاجه، فطبيعي ان الماتش هيهرب منك. ما اقدرش احمل يحيى عطية الله كل الماتش، الراجل لعب كرة برعونة وبكعبه ومش في مكانها والكلام، بس خلاص مش هنموته يعني. الراجل كان عامل في الشوط الاول كرة بالكعب مالهاش حل، مش فاكر لحسين الشحات ولا كانت لمين. وعمل ماتش جورماهيا التاني في القاهرة تحفة، وكان هو راجل المباراة في الماتش ده. لكن فعلا لعيبة الأهلي كلها باستثناء ممكن رامي ربيعة ومروان عطية، هما الاثنين اللي كانوا في مستواهم يعني، دول ما اقدرش اقول ان هم اثروا في حاجه. رامي من اول ماتش بيلعب برجوله جامده جدا، وبيدخل على كل كوره وفدائي، وبيلعب يمين وشمال وفي كل مكان. مروان ما شاء الله عليه كان ماسك نص الملعب كويس وما بيطفش، احنا متعودين على مروان بطريقه لعبه، الكوره منه بسرو يعني، التطفيشه منه بسرو، فما شاء الله عليه. وباقي اللعيبه ما كانتش موجوده، ما كانش يوم، نقدر نقول ما كانش اليوم، ما كانش يوم كولر، ما كانش يوم اللعيبه كلها. الشناوي ما كان يقدر يعمل حاجه في الجون اللي دخل فيه، ما عملش. ضربات الجزاء كلها ما عرفش يصد منها ولا كوره. ياسر ابراهيم، المدافع سبب، يعني المدافع سبب. النهارده يعني جول في الدوري الانجليزي شبه ده قوي، وخلاص المدافع سبق شكرا، المهاجم سبقك شكرا، خلص. بس هي ردة الفعل يعني، هي بتفرق في ردة الفعل. يعني النهارده في كوره في ماتش ليفربول لسوبوزلاي، نفس كرة ناصر منسي، بس الجون بصراحة رد فعله كان عالمي. هي دي الفرق. محمد هاني اتصاب وطلع، عمر كمان نزل، انا شايف انه ما اثرش. باقي اللعيبه ما اقدرش اتكلم يعني، كلهم كانوا مش في مستواهم. خلاص نقفل الماتش، نرجع. النادي الاهلي راجع وفي بطولات جايه ان شاء الله، ما بنقفش على ماتش ولا بطوله ولا بنحاسب الناس دي، سواء بقى فريق او مدرب بنحاسبه بالقطعه زي ما بنقول، لا احنا بنحاسب بالجمله، بنحاسب الناس على السيزون كله والكلام ده. فاحنا لسه في بدايه سيزون، وارد ان انت تتغلب في ماتش يضيع منك بطوله، لكن ان شاء الله الاهلي مكمل، وهيكون احسن بكتير في الفتره اللي جايه ان شاء الله. يلا تفاعلوا معايا كده بالنادي الاهلي
والبطولات اللي جايه، واشوفكم على خير في فيديو جديد مع اهلاوي الابد. السلام عليكم.